السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. جبت لكم الشكال السهل جدا، رخيص جدا، وطعمه بجد والله طعمها تحفه. بنقزقزها كده زيها زي الجمبري، طعمها حلو جدا. بصوا طعمها بجد هيعجبكم جدا، وحاجه كده رخيصه مش غالي، الكيلو منها ب20 جنيه وموجوده على طول، وطعمها حلو وهيعجبكم جدا. يلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجه انا جبت الحله بتاعتي ونزلت على طول بتلات اربع فصوص من الثوم، قطعتهم كده يعني نصين، مش لازم نقطعهم صغيرين قوي. ونزلت كده بثلاث معالق او 4 معالق من الزيت، لان الشكال بيحب الزيت لان بيشرب الزيت وبيديله طعم حلو جدا، بيبقى فيها لمعه كده وبتبقى طعمها حلو. بدأت ان انا اعمل ايه، يا دوبك التوم ريحته طلعت، مش عايزه اكتر من كده، يعني مش عايزه التوم ياخد لون خالص، انا عايزه التوم ريحته تطلع. طبعا انا هنا غاسله الشكال ومصفياه كويس جدا. بدأت ان انا انزل بكميه الشكال بتاعي، او زي ما بيسموه في السوق وبيندهوا عليه جمبري الغلابه. دي ايد بنتي يا جماعه، عشان محدش يعلق لي عليها، دي ايد بنوتي، وبنوتي دي صغيره مش كبيره، وانا بحب ادخلها المطبخ عشان تتعلم كده من صغرها انها تعمل اكل وتساعدني. هنا بدأت بقى ان انا اقلب الشكال بتاعي، بس ان هو يختلط مع المادة الدهنية اللي انا حطاها والثوم، بس كده، مفيش اسهل من كده. وطيت عليه وغطيته، والمفروض ان انا بمسك كده الصينية الحلة بتاعتي اقلبه كل شوية، الاحسن من انا احط معلقة يعني. وحطيت هنا اقل من نص كوبايه من الميه، يعني ربع كوبايه من الميه. لو في سخنه يبقى احسن، ما فيش سخنه مفيش اي مشكله، ممكن نحط من ميه الحنفيه. هنا حطيت زي ما قلت لكم برضو البهارات السبعه او ال11 حلوه جدا، ممكن نحط منها. انا حطيت منها معلقه، المعلقه دي صغيره على فكره مش كبيره. وحطيت كمان الملح، انا حطيت البهارات بتاعتي وحطيت الملح بعد ما الشكال قعد شويه مع الثوم، وطبعا شربوا من بعض كده مع الماده الدهنيه بتاعتي. بدات ان انا احط ربع كوبايه الميه واحط التوابل بتاعتي، مفيش اكتر من كده، معلقه صغيره من السبع بهارات، وكمان شويه من الملح، ان طبعا حسب الرغبه وحسب الكميه اللي عندنا. وطبعا النار هنا واطيه خالص، انا مش عايزه اعلي، وبسيبها تستوي براحتها. ما خدتش معايا اي وقت، وطلعت طعمها جميل جدا. واللي ما بيعرفش يقشرها عرفوني، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص على تقشيرها. بجد قد ايه هي سهله. والناس اللي بتقولك لا، يعني انا بعد ما عملت الفيديو ده، واحده صاحبتي بتقولي انا بجيبهاش عشان تقشرها، رغم ان هو تقشيرها سهل جدا، وبتطلع قطعه اللحمه فيها وهي ما شاء الله عليها ملحمه وحلوه. وزي ما قلت لكم رخيصه جدا، وما بتاخدش وقت في العمايل، وطعمها يجنن. ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.